دي أكلة المصيف المفضلة بتاعتنا بجد. كل البيت بيحبها. الأول بحب أعمل التتبيلة دي وأسيبها بتاع ربع ساعة نص ساعة في التلاجة كده، عقبال بخلص بقية المكونات علشان تتقل كده وزي ما تقولوا تتعتق، حتى من غير ما احطها كده على اي حاجه. عباره عن ايه بقى؟ نص فلفلايه حمراء، فلفلايه خضراء، 5 فصوص ثوم مفرومين، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، وبابريكا، وسنه كمون، ربع كوب خل، وربع كوب من الزيت. واضربي الكلام ده كله مع بعضه. لو بتحبي الحاجه سبايسي ممكن تحطي قرن فلفل شطه، او تحطي شطه اللي هي الحمراء. بس كده بحطها بقى في التلاجة وابتدي في الخطوة اللي بعد كده، ودي الحلة اللي بتدخل قلبي بقى. قرن فلفل شطة في شوية زيت، أول ما ريحته تطلع كده وتفحفح انزلي بكيس المكرونة وشوحيه لغاية ما المكرونة دي تتحمر بالمنظر ده. عظمة على عظمة يا جماعة، بجد المكرونة دي بتدخل قلبي كده من جوه. بعد كده هنزل ببصلاية مفرومة ناعم، حابة تفتحي قرن فلفل الشطة وتسيبيه سيبيه، أنا شلته بس عشان الولاد يرضوا ياكلوا. المهم زي أخدت الريحة بتاعته بس. حطيت بقى البصلاية شوحتها ريحتها طلعت، نزلت بقى بطماطم مكعبات، فلفل أخضر مكعبات، وشوحتهم. هنا بتشمي ريحة رهيبة. انا عايزاكي بس تجربي الطريقة دي وبجد هتدعي لي. حطيت المية، حطيت معلقتين كبار من معجون الطماطم وقلبتهم. ممكن تستبدليه بطماطم مسبكة لو حابة، وممكن ساعتها تقللي المية طبعا. حطيت فلفل اسود، معلقة كبيرة من السكر، ومكعبين من مرقة الدجاج. انا هنا ما بحطش ملح، بحط مرقة الدجاج وهي بتبقى مملحة منها فيها. حطيت كمان بابريكا عشان بتبقى لون المكرونة حلوة قوي لما تحطي عليه بابريكا. شايفين اصلا لون الصوص عامل ازاي؟ وكملت الميه وسبتها تبقبق بقى، ووطيت عليها وغطيت عليها وسيبيها تستوي براحتها. دلوقتي بقى جبت في طاسه تاني شويه زيت وشوحت شويه سجق. عايزه سليم ماشي، عايزه تقطعيه صغير ماشي، المهم اول ما كش معاكي كده وحمرتيه شلته من الطاسه ونزلت بنص التتبيله. تمام. بعد ما التتبيله ريحتها طلعت كده وكله داخل يقولك انت بتعملي ايه، انزلي بشويه كبده كده مقطعاهم شرايح، اول ما ياخدوا اللون بتاعهم ده انزلي بالسجق. ويا سلام على العظمه، الريحه رهيبه. نزلت ببقيه التتبيله تمام مع السجق والكبده، وسبتهم بقى يشكشكوا كده مع بعض، عارفين، ياخدوا ويدوا بشكل ودي زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم يا ريتكم معايا، الريحه رهيبه بجد، موسيقى موسيقى في الودن، حاجه كده رهيبه. المهم بقى والاهم من الشيء هو تظبيط الشيء. يعني انا عايزاكي تقدميها لهم كانك جايباها من بره. البطاطس حطيها كده في ايه، كوبايه ظريفه بلاستيك، حطي معاها كيسين كاتشب جاهزين، قطعي الخيار ترانشات، شويه مخلل، هاتي الاطباق الجاهزه دي اللي بتحطي فيها الاكل الجاهز، وحطي جارنش كده على المكرونه، وهاتي حاجه ساقعه كأن الوجبه دي انت شارياها من بره. غطيها حتى كده بالفويل عشان تحتفظ بسخونتها. الولاد بتفرق معاهم الحاجات دي على فكره، والله ممكن لو حطيتهم نفس الاكل ده في اطباق ما ياكلوهوش، يعني اللي هو ايه والله حلو، لا ما يصدقش. انما لما تظبط لهم الاكله كده ويلاقوا شكلها كده تفتح نفسهم على الاكل. وبالذات ان الجيل ده بيحب بصراحه اكل المطاعم اكتر اكتر من اكل البيت. فجربي دايما انك ايه تقدميه بشكل حلو كده مع الحاجه الساقعه بقى، يا سلام. الف هنا وشفا عليكم.